قلت عرفتي اش غديري؟ غتوقفي وغتشوفي شي حد كيفاش كيدير وغديري بحالو. وراه هذا هو السر ديال القوه، ما كتجيش من والو، كتجي من تهريسه. حشومه عليكم، درت الريسي لاول مره. ويلي ويلي. السلام عليكم، معكم سلمى الركراكي، مقاولة بكندا، وهذه سكسيس ستوري ديالي على مرسول. من مواليد مدينة الرباط، بحكم أن والديا كانوا منفصلين وأنا كنت صغير، رجعت ماما لدارهم وتربيت مع حبيبي الله يرحمه، علمني بزاف ديال الحوايج. الأبوة خديتها معاه بواحد الشكل كبير، ولكن علمني كيفاش نواجه الحقيقة، كيفاش نخرج للحياة ونكون قوية. بصراحة الحدث اللي كان وقع لي في حياتي هو فاش مرضت ماما الله يرحمها. المرض ديالها دغيا جا بطريقة مفاجئة. كانت عندي 14 عام، أنا الوحيدة ديال ماما وكنشوفها كتدفى بشويه بشويه، وما يمكنليش نبين ليها بان راه كنشوف فيها كتدفى، وانا عندي 14 عام وخصني نتحمل المسؤوليه ديال مامير، ما نخليش شي حد اخر يجري معاها في الكلينيك الى اخره الى اخره. وليت مريوه. في 14 عام هذيك التجربه قواتني بزاف. حشومه عليكم، درت الريسي لاول مره. ماما الله يرحمها، يعني واخا كانت مرضات بزاف كانت مواكباني في الدراسه، كانت دائما عندها داك الرساله ديال القرايه. تنتذكر كان عندي الباك وانا معاها في الكلينيك، وهي تقريبا يعني كانت كيقول لها حي وميت، كانت كطيح وتعاود تنوض في هذيك الوقت كانت طاحت بزاف، وكانت في الكلينيك يعني تقريبا دخلت الانعاش وخرجت من الانعاش وانا تنحفظ حداها، لان لا غدا عندي امتحان. وما عرفتش القوه اللي عطاها سيدي ربي باش وقفات وطلات عليا وقالت لي حبيبه ديالي انا طايقه فيك الله يرحمها. وراه هذا هو السر ديال القوه، ما كتجيش من والو، كتجي من تهريسه. كانت صعيبه داك الوقت اللي كانت مامي في الكلينيك. قريت ما عرفتش ديك الطاقه اللي جاتني، مع انا كنت ليتيرير حيت انا عندي عقده من لي ماتير سيانتيفيك. في هذيك البيريود واخا كان كلشي صعيب وهذا، كنت جبت 17 في الفلسفه، ما فهموش. وعيطوا لي في الاكاديمي وقالوا لي قراي هذاك الشيء اللي كتبتيه قدام كلشي، وانا تنقرا وانا تنقول انا كاتبه هذا الشيء كله. رجعت عند مامي فرحانه، ماما شوفي راني نجحت في الباك. تحولات المرض ديالها وحده قويه وفرحانه وعدت الحفله وداك الشيء. هذاك الشيء اللي وقع في ديك لا بيريود ديال الباك عطاتني ثقه في نفسي، وقالت لي سلمى راك غتمشي في المشوار ديالك التعليمي غتمشي فيه مزيان. جامعه محمد الخامس غندير فيها لونغ ليتيراتور انجليز، فانا كنت ديما كنحلم نكون مترجمه عالميه ولا نخدم في شي حاجه عالميه. كان عزيز عليا الانجليزيه وعزيزين عليا اللغات الحيه. جات واحد الفرصه سبحان الله، اساتذه جامعيين كانوا في السوربون مغاربه نشئوا شعبه ديال لا كومونيكاسيون بروفيسيونيل، كنقراو الصحافه، كنقراو لي تكنيك كومبورتمونتال، كنقراو بزاف د الحوايج. دوزنا مباراه كنا الاف ديال الناس، خداونا حدا 11 وفي لونترفو انا بوحدي اللي مجوجه في هادو كاملين 11، وتتقول لي غير ما تكونيش حامله. هي اللي كاينه. وهي تطير عليا عنقتني، قالت لي فكرتيني في حياتي. تنعقل ولدت بنتي ورجعت 25 يوم موراها ندوز الامتحان ديالي الكبير. العام اللي موراه لا سوتنونس او كلو، شو كنسمع في الكولوار بنتي كتجري فرحانه برجيلات، مون كادغون سمعها ويقول لي حبسي، ويخرج ويهز بنتي ويدخلها. قال لي بغيتها تشهد على ماماها تتبغي القرايه وبغيتها تكون منها الكاينه. وهذه هي الجماليه ديال الحياه. واخا تيكونوا شي مسائل كيهرسونا بحال ملي فقدت مامير تبدلت دو تو يعني فقدتها وانا عندي 21 عام، ما فهماش شنو غيوقع لي. خدمت في المغرب يعني الحمد لله، وكانوا عندنا كنا مرصيين في المغرب. في حياتي كلها ما عمري ما كان عندي ديك الفكره انني نهاجر البلاد. واحد الساعه قررنا اننا نجيو في حالتنا هنايا، العلود الوليدات بغيناهم يقراو مزيان، بغيناهم هادي. انا داك كانت عندي 33 عام وجينا هنايا حقيقه وحده اخرى كيش الراحه. غادي نوض نطيب ونوكل ولادي وندير كلشي بيديا، غادي نقلبوا على فرص العمل بيدينا. كيقولوا راه ما كاين لا حنين لا رحيم، ما كاينش اللي غدق بابو بالزربه غيكون قريب الصرخه اللي غيجي يعاونك بالزربه. كاين لا عمتي تعتق، لا خالتي تعتق، لا بابا يعتق، لا كيف ليست درياتك وعقلك. فاش وصلنا ما جلسناش، حيت هي كندا كاين جوج ديال الطرقان تقدر تديك ليهم. الا استسلمتي غطيح، ولكن لا تقويتي وقلتي راني قادر نوصل وقادر ندير، وعلاش هذا انا نقدر ندير ويمكن ندير حسن، كندا كتعطيك. اول مره بعد غادي نقول لك هذه المساله هذه، اول مره غادي نعرف بان راه كلشي خصني نديرو بيديا. هو من في ستاسيون ديسانس
غنوصل ستاسيون ديسونس ونبقى جالسه متوله في طوموبيلتي زعما كنتسنى شي واحد يدير لي وبقيت جالسه ما عرفت شحال المده وحتى كنشوف الناس كلهم اللي تيجي طاق طاق تيصايب داكشي بيديه وهذا وانا ما عارفه ما فاهماش وانا ندخل عند البريبوزي قلت له سي فو بلي مسيو اسكو فو بوي ميدي ودير لي لا ببروده قال لي لا ما نعاونكش ديريها بيدك قلت عرفتي اش غديري غتوقفي وغتشوفي شي حد كيفاش كيدير وغديري بحالو من بعد فهمت بان دير لاكارت هذا سيليكسيوني هذا ولكن امتى غادي نتعلمها مزيان منين غادي نقرر انني نجيب العمل ليا لان ما لقيتش ديك العمل اللي انا بغيت خدمت معاهم وعجبني الحال ولكن ماشي انا فقلت نختار خدمتي نشأت دو سيكوم لاجونس دو كومونيكاسيون دو سيكوم وما عارفاش راسي فين غادا حطيتها وخدامه وكنقلب على دي مارشي ولكن كتقلب على دي مارشي بسميه ديال سلمى الركراكي صعيبه ففي الاول حتى واحد ما وضع فيا الثقه يعني ترفيقه من هنا ترفيقه من هنا احباط من هنا احباط من ليه حتى حد ما غادي يعطيك لا شانس ديالك واحد النهار وانا مازال خدامه شي حد في الخدمه ديالو خواو به اون اجونس دو كومونيكاسيون خوات به وشي حد قال ليه راه كاينه واحد السيده شنو تقدر دير لكم شنو تقدر دير لكم ولكن انا براسي راه ما عارفه شنو كدير بالضبط جلسوا معايا تصنتوا ليا شنو تقدري ديري لنا بغيتيو هادي اش ندير لكم تنشوف وجههم دي القضيه ديال زعما انت من المغرب جايه السؤال الاول اللي تطرح لي هو فين تعلمتي الفرنساويه تعلمتيها عندنا هنا لا تعلمتها في المغرب بالتالي ثقوا فيا عطاوني داك ليفينمون ودرتو زويون من بعد خلاوني في عقلهم وهما باش كيعجبوك شي كيقول هادشي بقاو تيعطيوني دي مارشي ماشي شي حاجه كبيره باش حسيت براسي بديت ننجح في دو سيكوم هي ملي ولاو يعني شركات الصحه تيعيطوا ليا واعترافات جاو تكريمات من طرف مدن مؤخرا المدينه ديال لافال كرمتني مع 7 ديال العيالات اخرين النساء اخرين في لو 8 مارس انا اون فام انتربرونور ايسو دو لا ديفيرسيتي ومؤخرا الحمد لله تم انشاء اللي كنسميه الكونساي ناسيونال دو لانسيرسيون دي كومبيتونس ماروكين دو موند هو مجلس اللي تنساعدوا فيه وتنجيبوا فيه كفاءات من العالم كامل المغربيه باش تساهم في هذه العجله الكبيره اللي دابا هي ديال التقدم اللي غادي فيه المغرب كنشوف الخير لان الناس كلهم باغيين يشتغلوا مزيان وباغيين يبرهنوا للعالم على ان راه المغاربه طاقات تصنتوا ليهم جلسوهم شوفوهم كي تيخدموا انا دائما ما كنبغيش نبغي نعطي نصيحه لان ملي كتبغي تعطي نصيحه كتعتبر راسك راك عالي وراك نجحتي وراك هذا بصح الحمد لله حققنا بزاف ديال المسائل من والو لان كندا صعيبه ولكن اللي غنقدر نقولوا هو الخدمه الانسان يخدم ما يخافش حيت الا ما مشيتيش بحثتي على شي حاجه اللي كتشالنجيك التحدي راه ما غادي يجيك حتى شي حاجه الا بقيتي جالس مرتاح راه حتى واحد ما غيدق عليك يقول لك اجي غنعطيك فرصه عمل انت تقلب على فرص العمل وانت تمشي ويقولوا لك لا المره الاولى يقولوا لك انا 100 مره قلت لي لا وتشدات مره هي اللي ربحت بها ماشي هذا هو الصعيب انه يتقال لك لا زوين ملي كيتقول لك